عمرك حسيت انك مهما صليت انت صلاتك مش مقبولة؟ بتلوم نفسك على السرحان وتقول يمكن ربنا مش راضي عني. كتير مننا بيعيش الاحساس ده. لو صام يقول انا صيامي شكله مش مقبول، ده انا فكرت، ده انا تلفظت بألفاظ. لو صلى يقول انا سرحت وكده برضو صلاتي مش مقبولة. لو تصدق بعد كده يرجع يلوم نفسه يقول يا ريتني كنت تصدقت بمبلغ اكبر من كده. على طول حاسس ان هو مقصر، مع ان الحقيقة غير كده خالص. انت مجرد المجهود اللي انت بتعمله، سواء انك انت تصلي بدون سرحان او انك انت تصوم لربنا، اي حاجة صغيرة انت بتعملها، حتى النية انت ربنا سبحانه وتعالى بيأجرك عليها. خليك متأكد ان انت مع ربنا مفيش خطوة صغيرة بتعملها بتروح هدر، مفيش نية خير طيبة جواك الا ربنا سبحانه وتعالى بيحطها لك في ميزانك. لو حاولت تعمل خير وملحقتش تعمله، ربنا بيؤجرك على مجرد نيتك الصادقة. واحنا بتلاقيه في حاجات كتير، اوقات بيحصل لنا مواقف كده ونقول ده ربنا نجانا بشوية النوايا الصادقة اللي عندنا وشوية المحاولات اللي هو شايفنا بنعملها. لما اطمنا كده ان احنا في ايد ربنا سبحانه وتعالى في امان، ان مفيش حاجة هنعملها هتقع ابدا ولا هتروح هدر. خلينا بقى نسقط ده على علاقتنا بنفسنا ونقول لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. احنا مطمنين اننا كل محاولاتنا عند ربنا مش هتروح هدر، لكن احنا في علاقتنا مع نفسنا بنعمل حاجات بقى تانية، بنعمل العكس، بنفضل نلوم نفسنا على كل حاجة، بنحاسب نفسنا على كل تقصير بنعمله، على كل صغيرة وكبيرة. ليه دايما بنشوف نفسنا مقصرين ونجلد ذاتنا قوي ونحاسب نفسنا بشكل عسير، مع ان كتير جدا من تقصيرنا ده تعب، مش تقصير حقيقي، ده مجرد تعب، ارهاق. معناه ان انا محتاج ان انا استريح، محتاج ان انا الحاجة عملتها المرة دي بالشكل ده، انا المرة الجاية ممكن اعملها بشكل احسن. ما ننساش ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم بينا من القسوة اللي احنا بنتعامل بيها مع نفسنا. فانت خليك مع نفسك، اتعامل مع نفسك بشوية، خليك فضفاض كده وانت بتتعامل مع نفسك، ما تحاسبهاش على كل صغيرة وكبيرة. قولوا لي بقى في الكومنتس بصراحة، هل بتلوموا نفسكم على كل صغيرة وكبيرة ولا بتتعاملوا مع نفسكم برحمة؟